الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحميني. وحديثنا هذا اليوم هو امتدادا لحديث سابق لفضيلة الشيخ في هذه الأحادية المباركة. فقد تحدث سابقا عن الإسلام الليبرالي، واليوم يتحدث عن سقوط الليبرالية. وتواصل الشيخ مع الأحادية يشكر عليه، فقد ألقى أيضا لبيان عمالة هذا الاتجاه وهذا الفكر، فألقى محاضرة بعنوان العمالة الفكرية. وأيضا تحدث عن الاستلام المستعصي على الغرب إلى غيرها من الأمور التي أسهم في هذه الأحادية المباركة. وما هذا الحضور إلا لدلالة على أهمية الموضوع، وأن اختيار الشيخ والقائمين على هذه الأحادية وعلى رأسهم عميدها أن هذا الموضوع له أهميته، ولذلك كانت هذه الاستجابة. ضيفنا لهذه الليلة هو المشرف العام على مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، وهو أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وهو رئيس اللجنة العلمية بمؤسسة الوقف سابقا، وعضو مجلس الإدارة بمركز حي المصيف الاجتماعي. وطروحته في الماجستير في نونية ابن القيم رحمه الله تعالى 1500 بيت تحقيق وتعليق. أما أطروحة الدكتوراه فهي منهج أهل السنة والجماعة في تدوين العقيدة إلى نهاية القرن الثالث. طبعت له بعض المطويات، منها أسباب دفع العقوبات عن الأمم، القواعد العشر في الإيمان بالقضاء والقدر، العواصم من الفتن، فقه التعبد في رمضان. نشرت له عدد من الرسائل في الإنترنت، المنهج في الرد والتعقيب، نداء القرآن إلى عباد الرحمن، المولد النبوي، تاريخه وحكمه، أقوال العلماء فيه. له مشاركات إعلامية، فله مشاركة في قناة مستقلة وله درس أسبوعي في إذاعة القرآن الكريم. لا نطيل عليكم وأنتم في شوق لمعرفة كيف تسقط هذه الليبرالية. أثناء الإعلان عن هذا اللقاء هناك من قال إن الليبرالية في علو وليس في سقوط، وهناك من نفى الليبرالية عن هذا المجتمع وقال إن هذا المجتمع لا ليبرالية فيه، إلى غيرها من الأمور التي نطرحها أمام الشيخ. وجهنا الدعوة إلى عديد من القنوات لتغطية هذا اللقاء، ولبى الدعوة إخواننا في قناة أوطان فنشكرهم على حضورهم، ووجهت الدعوة إلى قناة الدانة والقناة الأولى المجد والخليجية، وأيضا وجهنا الدعوة إلى ما يقارب 12 مجلة هادفة. وقد لبى الإخوة في مجلة الدعوة وفي مجلة روائع وفي مجلة نون لبوا الدعوة الشاكرين. أيضا أرسل هذا اللقاء إلى جميع الصحف المحلية لنشره، وقد نشر في صحيفة الجزيرة وأيضا في صحيفة الاقتصادية، ونشر هذا الخبر في إذاعة القرآن في مجلة الإذاعة. هذا أيضا نشكر الإخوان في موقع الإسلام اليوم الذين حضروا لتغطية هذا اللقاء، وللأخوات الحاضرات في الجهة الشمالية، وللإخوة جميعا. نترك الآن مجال لفضيلة الشيخ ما يقارب 45 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. اللهم ثبتنا على الإسلام وأحينا عليه وأمتنا عليه. اللهم أعز دينك وجندك وأولياءك في كل مكان. اللهم ارزقنا الثبات وارزقنا الثقة بهذا الدين، وارزق المسلمين الثقة بدينهم وبالمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لهم. هناك
قاعدة عقلية تقول، وهي قاعدة يجمع عليها العقلاء، وهي قاعدة فطرية وهي شرعية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو سألت إنسانا بسيطا عاميا لا يعلم شيئا من العلم من الذي أو من هو أدرى بالآلة التي صنعت، يقول لك صانعها وخالقها. إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا نحن البشر هو أدرى بما يصلحنا وبما يفسدنا. وربنا جل وعلا أنعم علينا بهذه الرسالة السماوية الخالدة، هذا الإسلام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الأمور ينبغي ألا يكون عندنا شك. أما الذي لا يرفع رأسا بهذا الدين فلا خطاب لنا معه. نحن نتكلم كمسلمين ونؤمن بهذا الدين، لا بد أن يكون عندنا يقين بأن نجاة البشرية كلها بهذا الدين وبشريعته. والبشرية جربت وذاقت مرارة الأديان الوضعية، وذاقت التجارب البشرية، واغترت بعقلها، فظهرت الشيوعية وقالت هي المنقذة، وإذا بها تسقط وتتهاوى، ولم يستفد منها البشر إلا زيادة الفقر والبأس وزيادة الظلم والقتل. ثم جاءت الليبرالية الغربية، والتي كانت ردة فعل لجو كئيب من الظلم والدين المحرف في بلادهم، فظهرت الليبرالية كردة فعل ولم تكن كمنهج حياة في وقت استقرار. وهذا مما يدل على أنها لا تصلح لكل زمان، لأننا لو درسنا أن الليبرالية نشأت في ظل ظروف قاسية من التسلط الكنسي والدين المحرف وأخذ الأموال بغير حق، علمنا أنها لا تصلح لكل زمان ومكان، وأنها نشأت في بيئة خاصة. أمر ثاني: ضعفت الثقة بالإسلام في الأزمان المتأخرة كمنهج حياة عند بعض المتأخرين، وللأسف حتى من المثقفين والمفكرين. فكنا نقرأ ونسمع في وسائل الإعلام من يقول، حتى ممن اسمه عبد الله ومحمد، ممن يقول أنا مسلم، يقول لماذا لا تكون العلمانية هي المنهج لإنقاذ البشرية؟ إن الليبرالية هي النموذج الأمثل لإنقاذ البشرية. وكنا في ذلك الوقت لما نخاطب هؤلاء يحتجون عليك بأبرز شيء، وكما سموه معنا، وهو النظام المالي. يقول هل هناك أمكن من النظام المالي الأمريكي؟ هل هناك أقوى من الاقتصاد الأمريكي في العالم؟ إنه قائم على الليبرالية. وهذا يدل على أن سعادة البشرية إن أرادت أن تأخذ الليبرالية منهج حياة. كان هذا كلامهم. ولكن لنعلم كما قال مالك النبي أن مقدمة الاستعمار الحسي الاستعمار النفسي. لما تكون الشعوب لها قابلية أن تستعمر فكريا ونفسيا، هي مقدمة لتستعمر حسيا. لكن الشعوب التي تعلم أن النجاة وأن العزة بهذا الدين وهذا النور، شعوب تأبى على الاستعمار ولا يمكن. فكانت هذه الضربة الأخيرة هي إيقاظ هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، والتي ظلمت من قبل الحضارة الغربية، والتي جوعتها ونهبت خيراتها، وكانت منبهرة في وقت من الأوقات، استيقظت ورجعت وزادت ثقتها بالإسلام. الله عز وجل، ونحن ما زلنا بمقدمة الكلام، جعل سننا لهذا الكون، سنن يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، مهما تخلفت، فإن تخلفت خسر فيها المسلم وخسر فيها الكافر. من هذه السنن العدل. الدنيا هذه قائمة على العدل، فإذا ظلم
الفرد أو المؤسسة أو الدولة أو النظام إذا انتشر الظلم واستشرى بأي صور، سواء كان باسم الليبرالية أو باسم الظلم الحقيقي، لن يدوم، لأن هذه الدنيا لا تقوم إلا على العدل. وسوف يأتي الكلام على جزء من السنن الكونية، فقدان التوازن الفطري، وهذا جزء كما قلت لكم من عوامل السقوط. الله عز وجل من سننه في الكون أن جعل هناك توازن. الإنسان خلق من روح ومن مادة، فيحتاج في هذه الحياة أن يعيش في هذا التوازن، تشبع حاجاته الروحية وحاجاته المادية. لكن الحضارة الغربية وهذه الليبرالية المتوحشة الظالمة ركزت على عبادة المال وأهملت هذا الإنسان، فلا يمكن أن يكون لها بقاء، لا يمكن، لأنها تخالف سنن الكون. وهذه قضية يشترك فيها كل العقلاء، ولا تحتاج إلى دليل من مسلم أو غيره. إذن لكن الإسلام قدم هذا التوازن. يأتي الصحابي أو الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني يقول: وأما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث يقول: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ركزوا على الجانب الروحي والعبادي، وحاولوا أن يهملوا الجانب المباح الفطري المادي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما أنا، وهو المنهج وهو النور وهو الهداية البشرية والمنقذ لهذه البشرية كلها، هذا هو الدين. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو منهج الإسلام. ما المراد بالسقوط؟ هل يمكن؟ كثير سألني وقال: كيف تقول سقوط الليبرالية وهي كيانات قائمة وأنظمة سياسية ما زالت السيطرة والهيمنة في العالم لها؟ وقرأت مقالا لكاتب أحسب أنه خبير في الاقتصاد وخبير بالذات فيما يخص البترول، في مقال في جريدة اقتصادية، وكتب وشن هجوما على الخطباء وعلى الدعاة وطلاب العلم، وقال: هؤلاء الذين يقولون سقطت الليبرالية وقالوا إن هذا سببه الربا، هؤلاء نظرتهم سطحية ولا ينظرون إلى الأمور نظرة عميقة. لكن من باب العدل هو ذكر أمور فيها حق ولكن فيها باطل أيضا، فهو منبهر بالليبرالية، لكنه قال أن النظام الإسلامي هو البديل، وهذا حق موافقه. قال: لكن النظام الإسلامي لا يأتي ليعدل المشوه والمحرف، لا بد أن تبنى هذه الحضارة على نظام من أساسه. وأقول نعم، لأن هذه الحضارة بنيت على الظلم وعلى الانحراف والبعد عن الهدي الرباني والنور الإلهي، فلا شك أنه لا يمكن أن يكون الإسلام يرقع هؤلاء. لا، الإسلام يأتي ليبني حضارة جديدة، فلا بد أن تبنى هذه الحضارة على أساس صحيح. أقول ليس المراد بالسقوط، وأكرر هذه القضية، أن السقوط هو أن يكون نظاما موجودا حسيا فيسقط، لكن هناك أنواع من السقوط كثيرة كنا نشاهدها من سنوات، من عشرات السنوات، وهذا الكلام لم يذكره إسلامي متشدد ولم يذكره مسلم في بلاد المسلمين، لا، ذكر هذا منظر الغرب، وأن هناك إسفينا يدق في نعش هذه الليبرالية. الذي نتفق عليه واتفق عليه العقلاء أن الليبرالية في منبعها ومنشأها في الغرب سقطت أخلاقيا واجتماعيا. الليبرالية الذي يظن أنها هي نظام مالي، لا، الليبرالية قدمت رؤية ثقافية ورؤية اجتماعية ورؤية أخلاقية ورؤية مالية ورؤية سياسية، وهي منظومة متكاملة لا تنفك بعضها عن بعض. والسقوط المدوي الذي أصم آذان العالم في الجانب الأخلاقي والاجتماعي، الغرب يتنادى الآن بالتخلي عن هذه النظم والتفلت الذي يسمونه الحرية
التي هي كما قال لاشيه وهو مفكر فرنسي لما تكلم عن الليبرالية قال هذه هي التفلت المطلق. يعني لا يمكن أن هذا النظام يبقى لأنه تفلت من كل شيء. والمقصود بالسقوط هو سقوط الفكرة، لأن الفكرة والانتصار هو انتصار الأفكار وليس الأشياء المحسوسة. قد يموت صاحب الحق ويقتل وينتصر بفكرته وتبقى وتحيا بها مثل الغلام الذي قتله الملك مات لكنه أحيا أمة وآمنت بربها، فهو منتصر في الحقيقة ويقتل. الليبرالية الآن كفكرة سقطت، كفكرة كان يتغنى بها الغرب ويتغنى بها المفتونون والمنبهرون بها، سقطت اجتماعيا وأخلاقيا، والآن في الآونة الأخيرة سقطت سياسيا وماليا. لم تقدم بديلا ناجحا، لم تقدم إسعادا للبشرية. انظر ما كتبه منظر السياسة الأمريكية الياباني الأصل، ومن العجب أن يكون هذا الياباني متحمسا للحضارة الأمريكية. فوكوياما هذا الذي يظن البعض أنه مخلص، ولا نريد أن نتكلم في هذا الجانب، لما كتب كتابه الشهير ونظريته الشهيرة نهاية التاريخ، أنا أقرأ عليكم مقطع بسيط. قال إننا نشاهد نهاية التاريخ، وذلك في نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي للبشرية وعالمية الديمقراطية الليبرالية الغربية كآخر شكل للحكومة الإنسانية. يقول خلاص انتهى، هذا هو النموذج الأمثل. انظر هو يكتب الآن مقال في جريدة النيوزويك مؤخرا، ماذا يقول؟ يقول أن عنوان المقال النموذج الأمريكي يتعرض لمحنة. كيف يقول هو النموذج؟ كان يقول قبل سنوات في 89 ميلادية يقول إنها النموذج الذي لا يمكن أن يكون غيره. ثم انظر ماذا يقول. يقول إن الصورة الأمريكية تتعرض لاختبار قاسي في وقت تبدو النماذج الأخرى سواء الصينية أو الروسية أكثر جاذبية بدرجة متزايدة. إن استعادة سمعتنا الطيبة وإحياء جاذبية النموذج الخاص بنا يعد تحديا لا يقل صعوبة في الكثير من جوانبه عن التحدي المرتبط بتحقيق الاستقرار داخل القطاع المالي. هذا الكلام نستفيد منه أنه يرى أن المشكلة ليست مالية فقط، يرى التحدي للفكرة للعقيدة التي بنيت على الحضارة الغربية هي الآن تتعرض لهزة عنيفة. هذا الكلام يتكلم الذي كتب أن الليبرالية هي منقذة البشرية، فما بال الجهل في عالم العربي يقول لا الأمر أزمة وسوف تعدي وأنه النموذج الأكمل والأمثل. الآن الغرب يتراجع عن هذا الكلام، وقرأت كتابات غربية كثيرة تتكلم عن أن هذا سقوط أو بداية السقوط للحضارة الغربية التي بشرت بالرفاه للبشر على وجه الكرة الأرضية. في المقال الذي ذكره فوكوياما ذكر عدة خرومات وخروقات في النظام الأمريكي الليبرالي، وذكر أن هذه مشكلة كالإفراط في القوة وكالظلم، وذكر الديمقراطية المنقوصة التي لم تطبق كما كتبها منظروها. لم تطبق الديمقراطية التي بشروا بها في العالم العربي، لا، بل إن أمريكا تدعم الاستبداد والظلم لأنه لا يحقق لها مصالح. وهذا كما سوف يمر معنا هذا من التناقض الذي يؤدي لسقوطها. صاحب المبدأ إذا أراد أن ينشر المبدأ ويرسخه عند الناس أن يكون متسقا ويطبقه في كل مكان، ولكن هذا التناقض هو دليل على عدم إمكانية أن تكون هي منقذة للبشرية، وسوف يمر معنا الكلام عن تناقضها. ففوكوياما لا يرى أن القضية قضية اقتصادية، وإنما هي أبعد من ذلك. نيكسون رئيس أمريكا قبل وفاته كتب كتابا قال ما بعد الإسلام، يقول في 3 سطرين يقول الإسلام الأصولي عقيدة قوية لأنه يستجيب لحاجات الروح، والعلمانية في الغرب لا تستطيع أن تغالبه.
وكذلك العلمانية في العالم الإسلامي، هذا كلام. إن حقيقة أننا أغنى وأقوى دولة في التاريخ لا تكفي، والعامل الحاسم هو قوة الأفكار العظيمة. هذا الكلام لما يتكلم به رجل كان رئيسا لأمريكا، لأن صاحب المقال بالاقتصاد لماذا يقول؟ يقول هؤلاء لا يفهمون أمريكا، وأنا أعيش في أمريكا وأنا مستشار اقتصادي. نقول لك الآن رئيس أمريكا هو اللي يقول الكلام ده. يقول أن القضية قضية أفكار، ونحن نقول الآن السقوط سقوط الفكرة. الإسلام كفكرة يخترق العالم، والدخول في الإسلام الآن ليس من قبل السذج والعوام كما يقول بعض الناس، لا، الدخول في الإسلام من أساتذة الجامعات وأكاديميين بالآلاف الآن في الغرب. لماذا الآن التصفية للإسلام في كل الدول الغربية؟ لماذا المضايقة؟ لماذا الخوف من قطعة صغيرة تضعها المرأة على رأسها في فرنسا؟ لأن الإسلام هو الذي جذب الناس وتحدى الناس. وهناك كلام كثير جدا. أنا عندي محاضرة أخرى وأعد لها بعنوان القيم الحضارية، لا يحسن بنا نذكرها هنا لأن المقام ليس مقامها. الآن الغرب يذكر أن القيم الحضارية في الإسلام، ومن القيم الحضارية النظام المالي في الإسلام هو الذي يجب أن يبرز. أنا أقول يعني من باب الفائدة، هناك كتاب اسمه مواعيد الليبرالية لجون جراي. هذا الكتاب في الانترنت لو بحث الإنسان فيه يجد فيه كلام جيد عن الليبرالية، وهو كاتب غربي وتكلم كلام كثير جدا عن عدم استمرار الليبرالية. وأيضا هناك مقال جيد للكاتب حسن نافعة في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 15 أكتوبر بعنوان مراجعات فكرية مطلوبة في زمن الأزمة، وأنا أنصح بقراءته لأنه كتب كلام جميل في هذا الموضوع. فالسقوط الفكري والمعنوي سابق للسقوط الحسي، وإن كان حسيا ظاهر في بعض المواضع كما قلنا في الجانب الأخلاقي والاجتماعي ومجانبة العدل والحرية المزعومة التي تقوم عليها فكرة الليبرالية. حتى الحرية داخل أمريكا تعرض فيها المسلمون للظلم والاعتداء، وكذلك الحروب الوهمية التي تشن ويقتل فيها النساء والأطفال والملايين، وتنهب خيرات الدول وتجوع الملايين في العالم الإسلامي، يجوعون حتى تبقى الدول الغربية في رفاه. أي ليبرالية سوف تنقذ البشرية؟ إنها الليبرالية المتوحشة كما سماها أهلها في أرضها، سموها الليبرالية المتوحشة. مما يؤكد أن هذا هو السقوط بداياته أن الجميع يعلم الآن، يتعجب الجميع. هذا النظام مالي جاءته أزمة ضخمة، والأزمة خطيرة جدا. كيف يكون سقوط؟ أولا الشيوعية والليبرالية. الشيوعية قامت أساسها على فكرة العناية بالمال. ماركوس إيش كتابه الذي ينظر للشيوعية؟ إيش اسمه؟ رأس المال. رأس المال، هو يتكلم عن المال. والليبرالية هي تقوم فكرتها كلها على الرفاه بالمال وحرية الاقتصاد. إذا جاءت الضربة في المال وفي الاقتصاد فهو ضرب في أساس الفكرة التي بنيت عليها. وهذه الخطورة في الأزمة الحالية، هي خطورة في الفكرة نفسها، سقطت الآن، لم تقدم لهم الرفاه. ولذلك أنا أرجو وأدعو الجميع يقرأ ما هي حجم الأزمة وما هي الأزمة، لأن كثير من الناس لا يعرف ما هي الأزمة. الأزمة الآن مثل كرة الثلج تتدحرج وتكبر، وهي أعظم أزمة مرت في التاريخ البشرية الآن اقتصاديا، وهذا كلام المحللين. وهناك مقال جيد للدكتور محمد الحسنيني نشر في مجلة البيان، قرب الأزمة وذكر حجمه وذكر أرقام وذكر جدول في نهاية المقال عن البنوك وحجم الخسائر في العالم، وسوف يأتي الكلام عن هذه القضية. لذلك ساركوزي أذكى من بوش يريد يضحك على العالم، ماذا قال؟ قال هذه أزمة وسوف تنتهي. لكن ساركوزي قال لا، قال يجب علينا أن نغير النظام المالي كله. هو إذا تخلي، وهذا سقوط أن يقول لا الليبرالية لم تقدم لنا حلا، وهؤلاء زعماء وأرباب الفكر الليبرالي الذي نشأ في فرنسا أول ما نشأ. وكذلك الكتاب
الليبراليين وغيرهم في الغرب كتب بصراحة أننا لابد أن نعيد النظر في النظام المالي الغربي، بل صرح بعضهم، وللأسف صاحب المقال الذي في الاقتصادية وشن هجوما قال هؤلاء نقلوا عن بعض الغربيين أنه لابد أن نعتمد على النظام المالي الإسلامي، وقال هؤلاء أفراد ولو كانوا أفراد. لماذا ترد قولهم؟ لا ترد قولا إلا بالحجة والبرهان. وهؤلاء نظروا أن النظام الإسلامي يقوم على تحريم الربا، لأن الربا هو أظلم الظلم وهو الجشع، وفي ظلم للفقراء والضعفاء، ويكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الآلاف والملايين. الإسلام جاء بالرحمة والعدل. الأساس الذي بنيت عليه حتى نقول القضية السقوط الآن، بني الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي على فكرة دعه يمر دعه يعمل، ولا لا؟ الشعار الشهير يعني لا تتدخل في السوق، وإذا بهذه الفكرة تسقط وتتدخل الحكومة الأمريكية وتضخ 700 مليون دولار مليار، وليس كذلك، بل تدخلت تحت هيئة التحقيقات الفيدرالية FBI تدخلت في الموضوع. هذا التدخل السافر هو يناقض الأصل الفكرة التي تقول حرية السوق ولا تتدخل الحكومة في السوق الحر. إذا سقطت فكرة الليبرالية من أساسها. أخيرا الذي يتكلم يقول أن القضية أزمة وأنه لماذا تكون سقوط. اقرأوا الأرقام الخطيرة. في أول الأزمة سقط 1000 بنك، الأربعة مشهورة، لكن 1000 بنك هذه أول إحصائية في أمريكا وحدها. والسقوط والإفلاس متزايد في الدول الأوروبية. وتعرض بنك الخليج في الكويت لهزة عنيفة قبل أيام. إذن القضية ليست مقصورة على نظام مالي واحد، القضية الآن شملت العالم كله، والخسائر الآن تقدر بالتريليونات، ليست بالمليارات، بتريليونات الآن، وأعداد كبيرة. شركات التأمين الذي أيضا بنيت على الحرام على الظلم، وهي نموذج للجشع ونموذج للليبرالية الغربية المتوحشة. أصحاب السندات لما كانوا يجعلونها سندات بالربا والإقراض، قالوا لما بدأت الأزمة ماذا فعلت البنوك التجارية؟ البنوك نعم التجارية الضخمة الاستثمارية الضخمة، وليس التجارية الاستثمارية الضخمة، ماذا فعلت؟ اتفقت مع شركات التأمين لتغطية هذه السندات حتى تبيعها. فجاء السذج من تجار العالم العربي وقال ما دام عليها تأمين راح نأخذها، وأخذوها. ولما أخذوها وحدثت أزمة ونزلت الأسعار وسقطت هذه الأسهم، قالوا شركة التأمين سددوا هؤلاء، فلما سددوهم سقطت أكبر شركة تأمين في أمريكا. فالقضية متلازمة وقضية معقدة، ولهذا الآن الأزمة في بداياتها وكما أقول لكم مثل كرة الثلج، والقضية ليست بالسهولة هذه. مما يزيد في الأزمة أنها خطيرة، وليس كما يزعم البعض أنها أزمة وسوف تمر. الآن التعقيد الحاسوبي في الإنترنت والشبكة الرقمية الضخمة هذه جعلت لا ينفك أحد عن الأزمة، كل سوف يصيبه الضرر، وهذه سوف تكون أزمة عالمية خانقة. ولذلك تفاقم الأزمة الآن ليس فقط أزمة مالية، سوف تتبعها أزمة أخلاقية وأزمة اجتماعية. ونسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين ضررها. من أضرار الأزمة والذين يقولون أنه ليس لنا آثار عليها ونحن بعيدون، أسعار النفط هوت إلى أقل من 60 أو قاربت 60 وما زالت في ازدياد. ماذا يفعل هذا؟ أيضا ماذا حدث؟ أن البنوك الآن العالمية والضخمة في الداخل والخارج لم تعد تقرض المصانع والمؤسسات الضخمة التجارية، ففيه كساد حتى في أمور التنمية، فتعطلت كثير من المشاريع. فسوف يمر بالعالم الآن كساد ضخم كما مر في حقبة القديمة، وهي الكساد العظيم، ما يعرف بالكساد العظيم. في يوم الجمعة الماضي كتب باتريك سيل، وهو كاتب بريطاني في جريدة الحياة اللندنية،
مقال جيد يعني يرجع إليه، وتكلم فيه عن الأضرار الأزمة على ما يخص النفط وغيرها. المشكلة أيضا التي تجعلنا نقول أن السقوط خطير وينبغي أن ننتبه أن حجم الاستثمارات العربية في أمريكا في المحافظ الاستثمارية ضخم جدا، فالسقوط المدوي والضربة هي ضربة علينا نحن أيضا، والخسائر كبيرة جدا. فلا يتصور أننا بعيدون عن الأزمة، لكن أقول هذا كله يجعل نعيد النظر في أننا لا بد أن نفك الارتباط بهذا النظام المشؤوم. ننتقل بعد ذلك لنقطة مهمة وهي عوامل السقوط، لأن عوامل السقوط إذا فهمت ينبغي أن يتدارك أو الإنسان يعلم كيف تتدارك الأزمات. لا شك أن هناك أجواء السقوط الآن مهيئة وعامله متكاثرة ومتحققة، ومن نظر بعين العدل والإنصاف وما يمر به من أحداث وتطبيقات لهذه النكتة الخبيثة المسماة بالليبرالية يشعر أن الخطر عظيم. ولكن انظر إلى العوامل. أولا، معارضة هذه المنظومة الفكرية للفطرة السوية، الحرية المتفلتة كما عبر عنها لا شيء بالتفلت المطلق، أودى بانهيار أخلاقه. وعاشت نشر الغرب ثقافة الإباحية والبهيمية، ودمرت ولوثت أجواء العالم كله، وانتشرت الأمراض الفتاكة والسلوكيات الخاطئة، وانتشر الإجرام، وعليها بنيت العقلية الغربية الإجرامية المتسلطة التي تتعطش للدماء، وإعلامها هو العنوان الحقيقي لهذه الحضارة. لماذا الأفلام الأمريكية لا تعرف إلا بالقتل والبطش والإجرام والسرقة؟ من هذه العقلية التي تربت عليها الشعوب في ظل هذه النكتة الخبيثة التي تسمى الليبرالية والحرية المطلقة. وهذا الذي يصدر للعالم، هذا يخالف الفطرة السوية، وهذا لا يمكن له البقاء. وأعظم شيء يناقض الفطرة في هذه الفكرة أن هذه الفكرة بنيت على استبعاد الدين. كما قلت لكم لا يمكن أن يعيش الإنسان بغير دين يدين به رب العالمين. يقولون من عوائق المجتمع الليبرالي أن الدين يتدخل في الحياة، ولذلك لما نزعوا الدين عن جانب الحياة كان سبب من أسباب عدم بقائها. من أسباب السقوط بعدها عن العدل والرحمة، وهو الميزان الذي يرفعه السماء والأرض، وهي ليبرالية كما قال عنها كتاب الغرب: ليبرالية متوحشة لا ترحم الصغير ولا الضعيف ولا المسكين. لكن الإسلام نظام متكامل، الزكاة نظام مالي يكفل حق الفقراء. في الإسلام ما يسمى بعدم جواز الإضرار بالسوق وأهله، لكن الليبرالية لا تراعي ذلك، لا تراعي العدل ولا الرحمة. التناقض الرهيب، وهذه نقطة مهمة جدا، أي فكرة وأي عقيدة في داخلها متناقضة لا يكتب لها البقاء. أول تناقض بين النظرية والتطبيق. ملأوا العالم ضجيجا بهذه الليبرالية التي تدعو الحرية، فأي حرية عاشها العالم بظل الهيمنة الغربية؟ ملأوا العالم ضجيجا بالعدل، وأي عدل قدمته هذه الحضارة التي قامت على الليبرالية، ونحن نرى الظلم على العالم الإسلامي والكيد بمكيالين. ملأوا العالم ضجيجا بشروا بالرفاه المالي، وإذا بالجوع يزداد سنة بعد سنة، والفقر يزداد في العالم الثالث كما يقولون. فهي لم تقدم ولم تبشر لنا بحياة رفاه كما يزعمون. من عوامل السقوط تناقضها بين الحرية، وفي الحقيقة هم أودوا بهذا الإنسان إلى العبودية للشهوات ولنفسه. ولذلك فكرة الليبرالية تقوم على عبادة الذات، أن الإنسان يفعل ما يشاء ويطلق له العنان، وهذه في حقيقتها هي عبودية للذات وليست حرية. من تناقضها كما قلنا في شعارها في العدل والمعاملات الربوية التي قام عليه النظام الليبرالي، وأبعد شيء عن العدل. تناقضها في تنظيرها بإبعاد الدين. والحقيقة أن الغرب يعيش الآن
صحوة دينية وأنظمتها يقوم ساستها ويفتخرون بأنهم متدينون متشددون، واليمين المتطرف هو الذي صعد في البيت الأبيض ويحكم البيت الأبيض الآن، والذي يرى وينطلق منطلقات دينية، فهو ناقض الأصل الذي بنيت عليه الليبرالية، وهو إبعاد الدين عن جانب السياسة والحياة عموما. من جوانب السقوط وعواملها أنها قائمة على الأنانية والفردانية، وهذه لا تقيم حضارة إذا لم يكن الجميع شركاء في التنمية وبناء الحضارة. فالإسلام لم يكن إقصائيا في عصر من العصور، لكن هذه الحضارة تربي على أن الإنسان يفكر في نفسه ولا يفكر في من حوله، وتنامت هذه الفردانية والأنانية حتى نظر الغرب لنفسه أنه هو الوحيد الذي يعيش في رفاه ولم تسحق كل الشعوب، وهذه لا يكتب لها البقاء. لا يكتب البقاء إلا من كان يريد الخير للناس كلهم وللجميع. والإسلام لما جاء وفتح الأقاليم وانتشر كان يعيش الذمي وهو غير مسلم وينعم بخيرات المسلمين مثل المسلمين ولا يظلم أبدا، يتاجر ويبيع ويشتري ويأخذ مثل ما يأخذ المسلم في أمور العيش. فشلها في إحداث السعادة للفرد في الجانب الاجتماعي والأخلاقي وقد تقدم، وهذا من بدايات الفشل. أيضا افتقادها للتوازن الذي ذكرنا الفطري الذي هو أساس الحياة والجمع بين الناحية المادية والناحية الروحية، وهذه لا يمكن إذا لم ينظر لحاجات الإنسان من كل الجوانب. ركزت على المادة والمال والأمور الحسية وأغفلت الجانب الروحي، وهذه حضارة وفكرة لا يمكن لها البقاء. أخيرا أنها صنع بشري قاصر لم يستضئ بنور الوحي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه كلها من عوامل عدم البقاء. الحضارات السابقة للإسلام قامت ثم سقطت وولت، الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية كلها ولت، والحضارة الفرعونية، لكن الإسلام منذ 1400 سنة لم يولي. الإسلام تأتي فترات يضعف لكنه باق إلى يومنا هذا، ولم يقل الإسلام ذهب، لأنه هو الدين المتوازن الذي فيه إسعاد البشرية، وهو عناصر البقاء في كل مكوناته وفي كل تشريعاته. لم يأتي زمن من الأزمان يقول الإسلام انتهى من الأرض، لا يوجد، انتهت حضارة الإسلام. لم يأتي زمن من الأزمان، لكن كل الحضارات ذهبت وولت، والحضارة الغربية مثل غيرها التي لم تستضيء بنور الوحي لن يدوم لها البقاء. ما هي آثار هذا السقوط؟ هناك آثار في نظري إيجابية. أولا تثبيت المؤمنين وزيادة الثقة في الإسلام، وهي دعوة عملية لغير المسلمين للدخول في الإسلام والعيش في جنة الإسلام التي حرمها الكثير، وهي دعوة لأبناء المسلمين المنبهرين ردحا من الزمان بالنظريات الغربية وبهذه الليبرالية، نقول لهم آن الأوان أن ترفعوا رأسا بهذا الدين وتقدموه بديلا للعالم وليس الليبرالية. الآثار الخطيرة على الدول العربية والإسلامية، وأنا أتوقع نهضة قريبة عاجلة بإذن الله، وهي بداية لضعف الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي. من عوائق التنمية في العالم الإسلامي هو الهيمنة الغربية ونهب الخيرات. أمريكا الآن لما ضربت في رأسها وهو المفصل المالي ارتخت أطرافها، وقبضتها المحكمة على العالم بدأت ترتخي، وهنا نقول هي بداية أن تنفك هذه الدول المسلمة وتبني حضارة مستقلة وتكون لها السيادة في بلدانها. سوف تظهر كيانات جديدة أخرى تؤثر على العالم، وذكر كثير من المحللين ذكروا الهند والصين وذكروا البرازيل وذكروا أمثلة كثيرة، لكن لا أن تكون هناك أقطاب كثيرة ولا يكون قطبا واحدا يتحكم في العالم وأرحم للمسلمين. آثار أخلاقية واجتماعية بعد الركود، وهذه بدأت بوادرها، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا آثارها. إيقاف عجلة التنمية الصناعية والتجارية، وخاصة بعد إيقاف البنوك للدعم والإقراض لهذه المنشآت، وهذه سوف يكون أثرها على الغرب أكثر مما عندنا، لأن الناس دول صناعية أصلا، لكن هي إن شاء الله تكون بالنسبة لنا فرصة أن نقدم ثورة صناعية.
يزعم البعض وأنا أستبعد، يقولون بعد أي كساد عظيم وهزات اقتصادية تحدث حروب عالمية. أنا أقول إن شاء الله لن تحدث. كيف نستثمر الوضع؟ أولا التذكير بعقوبة الربا، وأنا أتعجب من بعض الناس يستحي من هذا الكلام. يا أخوان، نحن مسلمون، لا يليق بالمسلم أن يستحي أن يظهر أمور دينه وشعيرته. الغرب يتكلم عن ديننا بافتخار ويقول النظام المالي الإسلامي هو البديل، وفينا من يكتب الآن في الصحف ويقول هذه سذاجة. الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نرى أمامنا السقوط المدوي لهذه الأنظمة الربوية الظالمة والمقامرة والميسر والتي قامت كلها على الظلم، نراها أمامنا عيانا. ألا يليق بنا ويجدر بنا ككيانات إسلامية دولا أو مؤسسات ونظم أن نعيد النظر ونلغي الربا في بنوكنا وفي أنظمتنا المالية؟ هذا الواجب الآن، ونبدأ ولو وضعنا خطة إلى 10 إلى 20 سنة، لكن نبدأ الآن ولا نتردد. والعجيب كما قلت لكم أن الآن يكتبون كتابات كثيرة عن هذا الأمر. السعي لتقديم البدائل والحلول من قبل هيئات الاقتصاد الإسلامي وتقديم النظام الإسلامي المتكامل، النظام الرباني وليس البشر، ليس البشري، النظام المعصوم، النظام المالي المتكامل، ليس حل لمعاملة ربوية خاطئة، لا. النظام المالي في الإسلام ما هو؟ ما يخص النفقة وما يخص الزكاة وما يخص المعاملات والبيوع وغيرها. هذا هو الذي ينبغي يقدم الآن. نظام الرحمة والعدل هو الذي سوف ينقذ البشرية. وكما ذكرت لكم، الغرب الآن إذا شرح له ببساطة الواقع الاجتماعي والمالي والثقافي للإسلام وبكل صدق، كثير منهم يدخلون في الإسلام. لماذا؟ لأنه يرى أنه يوافق الفطرة ويرى أنه هو الحق والعدل. وهذه فرصة الآن للدعوة للإسلام. فك الارتباط من قبل الدول الضعيفة بالنظام الأمريكي وفرصة للتنمية والنهوض وقيام نهضة صناعية وحضارية حقيقية أسوة بالأمور الآسيوية وبالدول الأخرى كما ذكرنا من الهند والصين وغيرها. فهي نماذج استطاعت أن تنفك ولو قليلا واستطاعت تقيم حضارة ونهضة، ونحن أولى كمسلمين أن نسعى في ذلك. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الكلمة أن يثبتنا على الإسلام وأن يقي المسلمين ويسلم أموالهم من كل ضرر وسوء، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يعيد للإسلام والمسلمين عزتهم وتمكينهم في هذا العالم كما كانوا من قبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المداخلة الأولى مع الدكتور عبد الله الصبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أشكر فضيلة الدكتور ناصر على هذا الحديث الرائع الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده، وقد أفادنا كثيرا حول هذا الموضوع. وعندي بعض القضايا السريعة التي من باب التذكير بها. القضية الأولى بودي أن القضية الأولى متعلقة بالليبرالية ذاتها. الليبرالية ليست مفهوما واحدا، وهي مرت بعدد من المراحل، والفشل الذي رأيناه هو في نموذج هذا الفشل الصارخ الذي تحدث عنه الدكتور ناصر هو في النموذج الامريكي. لكن بقيت ليبراليات كثيره ربما لا زالت تقاوم، وربما نجد ايضا من الليبراليه استمرارا اخر. فهذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه، ولا اريد ان اطيل في هذه القضيه، وان كانت حقيقه المراحل التي مرت بها الليبراليه ومفهوم الليبراليه جدير بالمناقشه وجدير بالتامل وجدير بالوعي به، لأن من غير الوعي بهذا المفهوم غير استيعابه ربما لا نكون قادرين على استيعاب الليبرالية استيعابا حقيقيا. القضية الثانية الفرق بين الليبرالية العربية والليبرالية الغربية. ربما إلى حد ما أحترم الليبرالي الغربي، لكن الليبرالي العربي، الليبرالية العربية، الليبرالية الغربية، الليبرالية الغربية، الليبرالية العربية، الليبرالية الغربية، الليبرالية العربية، الليبرالية الغربية، الليبرالية العربي
ما هو إلا إنسان، واسمحوا لي بهذه القضية بهذه العبارة، إنسان سيء الأدب مع دينه مع مجتمعه مع إعلامه مع رموزه مع يعني. فالقضية التي يوجه لها اهتمامه ويحاربها ويسعى في نقضها هي قضية الدين، هي قضية عقائد العامة، هي قضية سلوك الناس، سلوك الناس المستقيم. بينما القضية ربما القضية التي تشغل الليبرالي الغربي هي قضايا فكرية كبيرة، قضايا فيها الصواب وفيها الخطأ، لكن قضية مختلفة تماما عن القضايا التي تشغل الليبرالي العربي. القضية الثالثة قضية السقوط. الأفكار لا تسقط لأنها خطأ. كثير من الأفكار الخاطئة مستمرة في زماننا ولها آلاف السنوات، وإنما يظهر لي الأفكار تسقط حينما يحصل عدة أمور. الأمر الأول حينما تواجه أزمة مثل هذه الأزمة المالية التي واجهتها الليبرالية الغربية. الليبرالية الغربية هذه أو الليبرالية الأمريكية كانت على خطر، كانت أخطاء وممارسات كثيرة جدا، ولكن استمرت وتجاوزتها. لكن حينما واجهت مثل هذه الأزمة ظهر عوارها الكبير. فحينما تواجه الفكرة أزمة لا تستطيع أن تتعايش معها فإنها تسقط في جانب منها أو في عدة جوانب أو يتجاوزها الناس، لأن الناس لا يجدون أن هذه الفكرة تستطيع أن تحقق لهم ما يريدون. القضية العامل الثاني في قضية السقوط حينما تخلف الفكرة أو حينما يخلف مبدأ وعوده للناس. الليبرالية الغربية في كثير من قضاياها وعدت الناس بكثير وحققت بعض الوعود، ولكنها لما حصلت أزمات وقضايا لم تستطع أن تحقق هذه الوعود. إحدى هذه الوعود التي كانت ربما تتحدث عنها الليبرالية وعود الشفافية كما تسمعون، وعود حقوق الأقليات وقضايا كثيرة لا أريد أن أستطيل فيها، لكن في الأزمة الأخيرة وما قبلها لما برز أيضا الصعود الإسلامي في كثير من المواطن أخلفت هذه الوعود وسقطت. القضية العامل الثالث في قضية السقوط حينما يتخلى أصحاب أو حينما يصبح زعماء الفكرة أو زعماء الأيديولوجية مجرد تجار لا تهمهم الفكرة وإنما يهمهم مصالحهم. دعاة الليبرالية المتأخرين أبدا كما رأينا فوكوياما يغير الفكرة كما ذكر الدكتور ناصر، يغير الفكرة اليوم وكان من قبل أعطانا وعودا مختلفة وفكرا آخر، وهكذا وغيره أصبحوا يهمهم كسرهم من شخص أكثر مما تهمهم الفكرة. هذه بعض القضايا التي مؤشرات على سقوط الفكرة. النقطة الثالثة الأزمة المالية التي حدثت في الغرب في أمريكا ليست فقط أزمة ربوية، وإنما هناك عدد من القضايا في الإسلام في الاقتصاد الإسلامي تعلمونها خالفوها. بيع الغرر، بيع الجهالة، بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين هذا من أكثر القضايا التي كانت تسببت في الأزمة الأمريكية الأخيرة. بقت نقطتان وهي نقطة أشار إليها الدكتور ناصر وهي مسؤوليتنا نحن. أن تسقط الليبرالية أو لا تسقط الليبرالية هذا شأن يخصهم هم. ماذا عنا نحن؟ ما الواجب علينا؟ أتصور أن الواجب على المؤسسات الإسلامية سواء كانت مؤسسات محلية أو مؤسسات عالمية مثل مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة التعاون الإسلامي أو مؤسسات إعلامية ضروري أن تدير حوارا حول الخروج من هذه الأزمة وتقدم من هذا الحوار الرؤية الإسلامية. وهذا الحوار والحديث في هذه الأزمة ينبغي أن يشترك فيه حتى غير المسلمين من هؤلاء الذين يعيشون هذه الأزمة. نأتي ونتحدث معهم ونتحاور معهم في هذه القضية ونقدم لهم ما نراه ونسمع منهم ويسمعون منا. بهذه القضية نستطيع أن نوصل الإسلام إليهم. وشكرا للعولمة التي استطاعت التي ساعدتنا أو يسرت لنا الطرق فأن نوصل آراءنا وأفكارنا إلى الآخرين من خلال وسائل الاتصال المتقدمة. طلب أخير من الدكتور ناصر وهو ذكر اسم الكتاب الذي في الإنترنت أنا ملجوء حاول أنزل بعض الكتب من الإنترنت. ذكرت اسم الكتاب لكن ذكرته بسرعة فلو أعدت اسم ما بعد الليبرالية جون دراي. شكرا بارك الله ومعذرة الإطالة صلى الله عليه وسلم. أشكر الدكتور عبد الله الصبيح
على هذا التحليق وهذه المداخلة وتلبية الدعوة. نجيب على بعض الأسئلة ثم مداخلة الإعلامي أو رجل الأعمال أسعد رشيد. يقول خلال مقابلة تلفزيونية مع ليبرالي سعودي يدعي بأن الليبرالية هنا تحت مظلة الإسلام، وكان ذلك ضمن محاولاته لإقناع الناس بمنهج الليبرالية. نأمل التعليق. هذه من قريب تكلم عنها شيء أضحوكا، أن الإنسان يقول أنا ليبرالي مسلم أو مسلم ليبرالي ويجمع بين النقيضين. الليبرالية في الحقيقة تقدم منظومة متكاملة بديلة عن الإسلام، وما كان فيها من حق هو الإسلام أتى به. فلا يسوغ الإنسان أن يلصق نفسه وينسب نفسه إلى فكر غربي. اعتز بالإسلام، قل أنا مسلم ويكفي. وحتى تسوق وتروج العلمانية في العالم الإسلامي لا بد يضعون عليها ايش؟ الطابع الإسلامي. فيقول أنا مسلم ليبرالي حتى لا يقال أنك أنت علماني تناقض الإسلام. فأخطر كما ذكرت لكم، والكتاب يمكن يوزع على البعض، هي هذه الفكرة الخطيرة، ترويج ما يسمى بالإسلام الليبرالي. وحتى الغرب لما أراد يصدر الليبرالية والعلمانية في العالم الإسلامي أوصى بأن تكون بغطاء إسلامي، وهذا خطر عظيم. الإسلام منهج حياة ولا يؤخذ كشعارات. نعم. هناك اقتراحات لهذه الأحدية المباركة. وللعلم فإن صاحب هذا الأحدية يرحب بهذا الحضور ويستأنس به ويشجعنا على هذه الدعوات، ويقول ما كان للأحدية فلا مانع، فنشكر له هذه الجهود حتى لا تتضايقوا من هذا الحضور. أخينا أسعد رشيد له مداخلة في 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين. كنت أتمنى لو استمعت إلى شيء من التعريف بالليبرالية شرعا ولغة من لغتنا، لا سيما أنها ثرية بالكثير من والقابلة الكثير من المصطلحات. كما أن هناك الليبرالية كثيرة، هناك الكثير من يتحدث عنها، ولكن لا يوجد من تطرق إلى ميلادها. أين ولدت؟ من رحم أي حضارة؟ هل الغرب وجدوها ونموها وشجعوها، أم أنها ولدت من رحم الحضارة الغربية فقط؟ العديد من خبراء الغرب بعد حدوث الكارثة الاقتصادية تساءلوا وقالوا لماذا لم نقرأ عن الاقتصاد الإسلامي ونأخذه بعين الاعتبار من ضمن دراساتنا؟ فجاءهم الرد من آخرين أن البنوك الإسلامية أو البنوك في العالم الإسلامي ليس لهم منهج. إن كان في دينهم مثل هذا فليس لهم، لأن العديد منهم يسيرون على نهجنا، والبعض منهم لديه بعض رجال الدين يسيرونهم باتجاهات وكلهم في اتجاه. لو وجد توحد في العمل البنكي والعمل المصرفي والعمل المالي الإسلامي لربما توقف العالم عنده ودرسه وعمل به. ونحن نعلم أن السلف كان العالم يقتدي ويقتل الإسلام نتيجة أعمال السلف وانبهارهم بأعمال السلف، ولكن ما حدث الآن هو تقريبا العكس. هناك ترددات كثيرة وأقوال كثيرة حول الليبرالية والأزمة الاقتصادية الحالية أو المالية الحالية. كيف نريد مثل ما تفضل الدكتور أن نؤمن بديننا ونعمل ونحن إن شاء الله مؤمنون وعادلون ملتزمون، وهناك من بين أبناء جدتنا من يقول أنه لو أعطيت الزكاة
لرجال الكونغرس لما كان هذا الوضع، لأنهم يعتبرونهم من المؤلفة قلوبهم، وهم رجال مال وأعمال واقتصاديون لهم وزنهم. فماذا ترى في إطار هذه المداخلات وهذه الأمور الواقعة؟ وشكرا. نشكر الأستاذ أسعد رشيد. أولا أشكر الدكتور أسعد والأستاذ أسعد، لكن أظن الكلام حول الليبرالية وتعريفها كثير كتبوا كتابات كثيرة جدا، وأصلها ومنشأها هذه أصلا حتى عند الغربيين الذين يتبنوها في خلاف، منهم من يرجعها إلى الفكر اليوناني القديم، ومنهم من يؤصل بداياتها بدايات مارتن لوثر الإصلاحي الذي جاء بالبروتستانتية، وهكذا، فهم بينهم خلاف. والغالب يتفقون على أنها جاءت إرهاصات للثورة الفرنسية قبل الثورة الفرنسية، وردة فعل للتسلط الكنسي والإقطاع في بلادهم. والكلام عن الليبرالية وكلمة اللاتينية الليبرالية المقصود بها الحرية، ويقصد بها التحرر، والليبرالية وتعريفاتها هي كلها تقوم على مبادئ الحرية وعبادة الفرد نفسه، وأنه يفتح له المجال في كل شيء. هذا ملخص وتقريب للمفهوم الليبرالي، لكنهم وضعوا هم تنظير للجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية جعلوها منظومة كاملة ويريدوا يقدموها بديل، وهي تطورت كما ذكر الدكتور الصبيح، هي تطورت كل ما جاء مفكر وأضاف إليها وعدل. وهناك ليبرالية يسموها كلاسيكية وليبرالية جديدة الآن، في ليبرالية قديمة وفي الآن ليبرالية جديدة، وفي تناقض. أنا كما ذكرت في تناقض بين هذه الأنظمة كلها، لكن كما قال الله عز وجل ولا كان عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. أما قضية ما ذكرت أنه هناك عدم وضوح في النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقدمونه الآن، هذا جزء منه صحيح، لكن الغربيين ليسوا بهذه السذاجة الذين يدرسون الاقتصاد، لأن المال عندهم بالنسبة لهم إله يعبد. فهناك توجه خاص بالإسلام، ظهر درسوا الأنظمة الإسلامية وتبنوها في بنوكهم وتحولت بنوكا الآن، ليست قضية دعاية، هي موجودة. فليس كلام على تعميم أنهم ما وجدوا نظام، لا، هم وجدوا أنظمة وعملوا بها الآن، ووجدوا أنها تقدم لهم حلول أكثر مما عليه النظام الرأسمالي الموجود. يعني القضية فيه تفريط للمسلمين، ولهذا نقول أيضا التساهل في إباحة كثير من المعاملات مشكلة أيضا من بعض الهيئات الشرعية، ينبغي أن تعيد النظر، فإن لابد أن تكون النظام الإسلامي كما أنزله الله عز وجل. نعم. المداخلة التي بعد ذلك لها الدكتور محمد الأحمري، وهو عن هل الماركسية هي البديل في الساحة اليوم، لكن نجيب على بعض الأسئلة ثم بعد ذلك ننتقل للدكتور محمد. يقول السائل: ربط العملات بالدولار هل يؤثر على دول الخليج والمخرج في ما هو هذا؟ ربط العملات بالدولار هل يؤثر على دول الخليج وما المخرج في هذا؟ إن شاء الله إذا جبت واحد خبير اقتصادي يسأله، هذه ليست اقتصاد. نعم. يقول: نريد معنى واضحا للأيديولوجية، أي العقيدة التي يعترف الإنسان. نعم. أيضا السائل يقول: هل سنظل في موقف المدافع كلما ظهرت فكرة مما يضيع الوقت والجهد؟ أرى أن التركيز على المنهج الرباني يعطي الإضاءة الكافية لتمييز الصحيح. كلامك صحيح، لكن أنت ما تنفك، هذه حياة تعيشها وصراع موجود، فلا بد وأنت تذكر المنهج الرباني، وهذا الحمد لله موجود، وينبغي فعلا أن نظهر المنهج الإلهي في كل شيء. وأؤيد الأستاذ أسعد في أنه فعلا لا بد أن نظهر نظام اقتصادي إسلامي واضح المعالم وفي كل جوانب الحياة، لكن أيضا أنت أثناء هذه المسيرة لا بد تبين زيف الأفكار وما يفتن به المسلمين حتى تبين الحق والباطل في هذه الأفكار. فلا يمكن تسكت تقول فقط أبين الحق، أنت مطالب بالأمرين. هل تعتقد أن الليبرالية السياسية قد تكون حلا في بعض الدول التي يكون فيها المسلمون أقلية؟ كيف نرد على من يقول أن النظام الإسلامي إقصائي بالنسبة للأقليات الأخرى؟ لا والله ما هو إقصائي ولا شيء. ما نعمت
الأديان الأخرى ولا الطوائف المخالفة للإسلام إلا في ظل حكم الإسلام في العهود السابقة. المشكلة الذي يتكلم عن الإسلام ويتكلم عن أنظمة قمعية والظالمة يقول أن هذه الأنظمة المسلمة لا تمثل الإسلام، التي حاربت شعوبها لا تسمى أنظمة إسلامية ولا تمثل الإسلام. الإسلام في العهد الراشدي، في عهد الخلافة الراشدة، هو النموذج الصحيح الذي كانت فيه الشورى وفيه الحرية السياسية الحقيقية. والنظام الليبرالي الغربي إن وجد فيه حق ولا يتعارض مع دينه يؤخذ به. الإنسان ضالته أينما وجدها أخذ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من سلمان الفارسي فكرة الخندق وهي لم يكن عرف العرب، وعمر رضي الله عنه أخذ فكرة الدواوين لم توجد عند العرب وأخذها من فارس. ونحن لو وجدنا نظاما لا يتعارض مع ديننا نأخذ به إذا كان فيه إسعاد للناس. لكن المشكلة أن النظام الإسلامي الراشدي الذي طبق الشورى بحقيقتها نظام ناجح، والغرب درسوه وتكلموا فيه، وحتى المسلمين عاشوا بكنفه في عز ورفاه، وليس المستحيل تطبيقه. فلا يوصم الإسلام ولا يتكلم عن الإسلام في الأنظمة السياسية المنحرفة. هذه لا تمثل الإسلام، ولا يمكن أن نصم الإسلام بهذه النظم الجائرة الظالمة. نعم. نريد الميكروفون عند الدكتور محمد يا أخوان. الميكروفون هناك. أحد الأخوة يتطوع. ما دور الإعلام الإسلامي في تبيين عوار الليبرالية وكشف رموزها والتحذير من خطورتها على الدين والدنيا، لا سيما وقد تأخر هذا الدور كثيرا؟ أخينا حسن سليمان مدير إعلام بمجلة الأسرة. وهذه مسؤولية الإعلاميين على عاتقهم أن يحرصوا على استكتاب المتخصصين. وأيضا من أكثر ما يؤثر أن تبين خطر الليبرالية وتهاوي هذه الفكرة من قبل أصحابها الغربيين، يجب إبراز هذه المقالات وترجمتها للناس. نعم. تفضل دكتور محمد، وثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر عميد هذه الجلسة وأشكر المحاضر وأشكر الأخ عبد الله. أشكركم أجمعين وأحيي جميع الطروحات، لكن لا بد أن نبدأ من أنفسنا. ما نلوم أي نظام وتولد قيادة الدفة في العالم أجمع. أنا أقول لكم بصراحة، يعني معتقد في نفسي ولا بد كل مؤمن يعتقد فيه، الإسلام هو الحل، لكن هنالك خطورة أخرى. هل نحن جاهزين؟ ما في نظرية إسلامية في السوق الآن أقول لكم جاهزة تقود العالم. كلمة حق. لماذا؟ لأن اغتررنا بأنفسنا ووضعنا يعني الدين رسالة عظيمة منزلة من السماء، تشريع لكل شيء في حياتنا العملية وحياتنا المالية وفي جميع أطر الحياة. لكننا مع الأسف كمسلمين لم نفهم هذه الرسالة. الآن في أوروبا توجه آخر، أقولها الأخوان، توجه لنظرية جديدة اسمها نظرية الطاوية الصينية. ابتدأت من فيزيائي موجود الآن في فرنسا اسمه كابرا. هذه نظرية لها فحوى، تخيلوا يا جماعة أنها مأخوذة من الصوفية الصينية. هذه التي في الساحة موجودة. فنحن فينا الخلل، أنا بقولها بصراحة، نحن الخلل لأننا لم نقدم للعالم نظرية الآن. وأنا أتحدى أي واحد الآن أن يقدم نظرية تقود العالم من إطار إسلامي. كما أقول لكي لا يشكك الأخوان في مبدأي وعقيدتي، الإسلام هو الحل، لكن وين نقطة الخلل؟ وين نقطة العيب؟ علينا أن نبحث في أنفسنا فلسفة أو مبدأ يسمى مبدأ التغيير. ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا قاعدة التغيير. جميع فلاسفة الغرب بدأوا من مبدأ التغيير، فنحن لا نلوم الغرب على ما يتلقطوه من مبادئ ونظريات أخرى. لدينا الحل، لكن لم نعرف فلسفة التأويل، تأويل الشيء. هنالك عندنا مبدأ التقديس، تقديس الآخرين. ما يصير. هذا هو اللي جعل العالم الإسلامي في انحطاط. نقدس أشخاص لا نقدس مبدأ. وتعرفون مقولة أبو بكر أفأن مات أو كتب، تعرفون في خطبته كلمة حق. علينا أن ننظر في فقه الواقع،
فقه ما يدور. علينا أن ننظر هل نحن حقيقة مسلمون أم لا. والسلام عليكم. شكر الله للدكتور محمد أحمد في التعليق. ماذا يا دكتور محمد؟ نسأله سؤال ونقول له ماذا تفسر الإقبال الكبير على الإسلام الآن في الغرب؟ يعني الكلام الفلسفي شيء والواقع شيء آخر، وهذا الإقبال والانبهار من قبل الأكاديميين المفكرين ليس من قبل العوام الذين لا يفهمون وقرأوا في الإسلام. الأمر الثاني، أنا أنصح الدكتور الأحمدي وأنصح نفسي أن نقرأ كثيرا في كتاب مراد هوفمان الإسلام كبديل، وهو غربي ألماني عاش في السلك الدبلوماسي فترة طويلة من حياته وكتب كتابة جميلة وأنا أنصح بقراءتها. نتكلم عن فعلا ماذا يقدم الإسلام البشرية، ولا شك أن الأخطاء التي تقع فيها المسلمين مشكلة والضعف، لكن الإسلام كدين هو نظرية بحد ذاته وهو مقنع للناس. والآن خوف الغرب وهجومه على الإسلام لماذا؟ إذا كان لا يهدد الغرب ولا يشكل لهم إزعاج وليس هو منهج حياة وتغيير، لماذا لا يتركونه؟ لماذا التصفية الموجودة الآن لأمريكا بكل المواقع الإسلامية؟ شاب ينشئ مكتبة ويحسن علاقته باليهود والنصارى ويكون متسامحا وذو أخلاق عالية يحكم عليه بمدى الحياة، أخونا حمدان التركي، وتفتح له المشكلة. هذا خوف من الإسلام السلمي ليس الحربي ولا ليس القتالي. وقس على حمدان التركي عشرات من هذا الخوف من قطاع الرأس وتمنع الفتيات الصغار من دخول المدرسة. هذا خوف من الإسلام الذي فعلا أبهر الغربيين. هذه الحقيقة لابد أن نقولها. وكون والله ما في، نعم في قصور في التنظير، لا يكلف الله نفسا وسعها، نحن نسعى لأن فعلا نطور طروحاتنا لكن أيضا لابد أن نعرف أن لنا مكاسب كثيرة جدا الآن ونعززها، وما حصل فينا من نقص ما تذكر نعم نتلافى في المستقبل. سلطان الحصان إعلامي بقناة دليل، ما أدري مكانه، أعطيه الميكروفون هناك. نأخذ بعض الأسئلة أيضا. يقول يتهم بعض الملتزمين من يدعو إلى الاختلاط أو يرى قيادة المرأة للسيارة بأنه ليبرالي أو علماني، فهل هذا صحيح؟ وهل ارتكاب بعض المعاصي مثل النظر المحرم أو غيرها يكون الشخص علماني؟ يعني لا، ليست هذه الحدية. هذه قد تقع أخطاء أو اجتهاد لشخص، أو قد يكون إنسان يتبع شهوته أو هو، لا يسمى ليبرالي وعلماني. لا، الليبرالي فكر وعقيدة يعتقدها الإنسان. أما هذه الممارسات اللي مارسها الإنسان قد يكون بدافع الهوى، بدافع المصلحة الدنيوية، ليس وراءها فكر يعني غالبا. فينبغي الاعتدال في نظرتنا لمن يخالفنا في بعض القضايا. نعم. يقول الآن أمريكا من أقوى الدول من أقوى الدول اقتصاديا وماليا إلى غيره، كيف في يوم وليلة انهارت أمريكا؟ أين ذهبت الأموال وما الذي يحصل لذهابها؟ خلاص اللي ذهب ذهب لن يعود، لكن الكلام هل سوف تستمر بقوتها؟ المؤشرات كلام الاقتصاديين، وتتبعت الفترة الماضية كثير من المقالات، القضية ككرة الثلج كل ما لا تكبر. والمشكلة أنها كما قلت لكم النظام الحاسوبي الرقمي معقد جدا، فما انهارت البنوك في أمريكا إلا وانهارت اليابان وفي دول كثيرة. فالقضية يعني نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين إنه لذلك قادر عليه. يقول الأخ عبد العزيز العبد الكريم فضيلة الشيخ، لماذا السكوت عن بعض الكتاب الذين عندهم حب الليبرالية وما يسمى بالعلمانية، وهذا مما يسبب التحذير للأمة وإبعادهم عن ثوابتهم ورد كلام علمائهم وبث الشبه عليهم؟ احنا ما سكتنا ولا استمرنا، نتكلم كل ما لابد ان نتكلم، لكن اما الاشخاص فلا يوقع في انسان يتكلم فيه الا البينه. يعني انسان كتب مقاله في صحيفه، هو ينشر عن نفسه الكلام، ظهر في وسيله اعلاميه هو يتكلم عن نفسه، فهذا يعني اذا نقلت عنه وقلت انه قال هو الذي يريد ان ويعتز بهذه المقوله وبهذه الفكره، فهذا وشأنه. لكن لا ينبغي ان نتهم الناس او نقع فيهم، وليس المشكله في الاشخاص. احنا لابد ان نركز على الافكار الخاطئه ونحاول ان نسقطها ونحيي
الأفكار الجيدة. نعم. تفضل يا أخ سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في البداية أشكر عميد هذه الأحاديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. ثم أشكر فضيلة الشيخ المتحدث الدكتور ناصر. حقيقة بعض ما أريد أن أضيفه وما أذكره قد ذكر الدكتور محمد الأحمري، وقد أوافقه إلى حد بعيد إلى ما قال، وأريد أن أذكر بعض النقاط ثم أعرج على ما قاله. في البداية أقول أنه قد تكون تجربة سقوط الشيوعية تجربة قد نأخذ منها دروس. سقطت الشيوعية وقد نكون استبشرنا كثيرا بأن يكون لنا نهضة ولنا بروز، لكن للأسف وجدنا أن غير مهيئين ولم نستطع، فاستطاع غيرنا أن يأخذ هذا الزمام وأن ينطلق. فأظن أننا نحن لسنا بجاهزين بدرجة كافية حتى ولو سقطت الليبرالية أو سقط غير الليبرالية، يعني حتى لو غابت أمريكا أو غابت أي دولة عظمى، لا أظن أن نحن كدول إسلامية جاهزين حتى نخرج ونقدم. أتوقع في ظني، وهذا الشيء قد أكون مؤمن به وقد يظن البعض أني متشائم، قد تكون الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية أو إحدى الكوريتين هذه هي مهيئة أكثر من غيرها بحكم أنها كتلة واحدة ولديها قوة. وما حضر أمريكا لصناعة الأسلحة والقوة العسكرية لليابان إلا دليل واضح لأنها قوة كامنة وخفية ومتوحدة تشكل نذير خطر على أمريكا وغيرها من الدول. هذا أمر. الأمر الآخر أريد أن أسأله للدكتور ناصر، ما الذي دعاك للتفاؤل بنهضة للخليج وتعرف ما يدور فيه؟ الأمر الثالث الذي أقول، هل يستحقون الليبراليون العرب بأن يتحدث عنهم وتقام لهم ندوات ومحاضرات ويكتب لهم؟ وأنا أوافق الدكتور عبد الله الصبيح بما ذكر بأنهم سيئو أدب، فلا أظن أنهم يعني يستحقون بدرجة كافية أن نكتب عنهم أو نرد عن من هم. يعني ليسوا أولئك المفكرين الكبار أو المنظرين أو الفلاسفة كغيرهم موجودين في الغرب أو أوروبا يتكلمون عن قضايا كبرى وضخمة، هؤلاء يدندنون حول قضايا يريدون أن يصبحوا عكس التيار لا أكثر من ذلك. الأمر الأخير لدي، أنا أقول ما ذكر الدكتور محمد الأحمري أنهم غير جاهزون، وأنت رددت عليه بأنه بماذا تفسر ذكر القيادات الغربية للمنهج الإسلامي. أنا أريد أن أسأل سؤال أيضا ولعلي أجيب نيابة عنه أذن لي. أنا أقول ماذا يفيد إن تكلمهم؟ يعني نحن نؤمن إيمان تام بأن الإسلام هو البديل، وهو قال الإسلام هو البديل وهو السلام هو الحل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه قالها هذا، نحن المؤمنين أساسا أنه بديل، ولا أظن أن في قلب مسلم شك بأن الإسلام هو منهج حياة متكامل، لكن ما الذي يفيد إنه إذا قال هذا أو قال ذاك بين الإسلام؟ هل إذا قال بوش وخرج على الأمام في نهاية هذه فترته الرئاسية وقال الإسلام هو البديل، هل كذلك بيقدم لأمة الإسلام؟ أو خرج جون ماكين أو باراك أوباما يعني يتكلم ويقول أني سأنطلق من خلال منهج إسلامي، هو ليس دولة إسلامية وليس قوة إسلامية ولن يخدم الإسلام ولن يخدم المسلمين، سيستفيد من نظامه كما استفاد المسلمون من أي نظام آخر، كما ذكرت عمر الخطاب استفاد من داوين وسلمان الفارسي وسلم استفاد من طريقة سلمان الفارسي. لا أطيل، أشكر الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا الله لأخينا على سلطان في التعليق. أولا نبدأ بالنقطة ذكرها قضية الليبراليين العرب، نحن لا نعيبهم احتمال لكنهم ملأوا الدنيا ضجيجا، وإن كنت أنت تعرف عوارهم لكن فتن بهم كثير من استدرج من أبنائنا، فوجب التنبيه ولو بطريقة مبسطة. القضية الثانية، إلى متى نحن نقول نحن غير مؤهلين نحن غير مؤهلين؟ يا أخي حتى تربية طفلك الصغير، بعض الآباء والأمهات يدلل ابنهم يقول له إلى أن يكبر ويخط شريعه ويقول أنت ما زلت صغيرا. يعني لابد أن نكسر الحاجز النفسي. وواقع الأمة الآن مع الانفتاح الإعلامي يشهد نضوج فكري كبير جدا في الأمة، وهذه الندوات والمناظرات والتلاقح الفكري الآن نجد مثل هذه الندوات هي جزء من نهضة الأمة الآن. قبل فترة كانت الأمة مغيبة عن القضايا الفكرية، مغيبة عن نهضتها. اللي ذكرته أنت الآن صحيح، لكن نحن الحمد لله مشينا وتخطينا كثير من الحواجز النفسية، فلا نريد أن نرجع بأنفسنا للوراء. كل ما جئنا نتقدم نقول لا أنتم غير مؤهلين أنتم غير مؤهلين. يعني الأمة عندها الخير وتستطيع إن شاء الله تقوم. وكما قلت أنا متفائل في العالم العربي، لا بقول الخليج. العالم العربي يمتلك الثروات ويمتلك العقول والكوادر، ولكن كان من عوائق النهضة الهيمنة الغربية تحرم. إن شئت اجلس مع أصحاب أو المسؤولين عن الغرف الصناعية في العالم العربي وقل لهم ما العائق أن يكون
التقنية موجودة في العالم العربي. الهيمنة الغربية جزء منها. انظر إلى من عوائق التنمية أن الغرب يتسابقون لمنابع الطاقة من النفط والمعادن ويقيمون الحروب لأجل إبقائنا في آخر الركب. هذه مبشرات، كونها تنشغل بأزمتها المالية سوف تخف القبضة وسوف تكون إن شاء الله نهضة قادمة، وهذا في القريب العاجل. هناك دول الآن فقيرة بدأت في العالم العربي، ولا نريد أذكر أسماء، لكن موجود بعض الدول الآن انشغلت عنها أمريكا والدول الغربية، مع أنها منطقة تعتبر غنية بالطاقة، بدأت الآن تخط خطوات للنهضة. والدول العربية بإذن الله هي أرض خصبة أكثر من الغرب كان النهضة بإذن الله، لأن أيضا زيادة على هذا أن عندها ميزان العدل، ميزان الرحمة بهذا الإسلام الذي يمنعها من أن تصدر الإجرام والظلم للآخرين. إذا قامت على هذا الإسلام وهذه التقنية الموجودة والآن متاحة، التقنية لا تصبح حكرا على دولة من الدول، كل هذه عوامل تختلف عن السابق. وأنا أقول هناك نضج فكري كبير في الأمة الآن. وما ذكرت أنت، أنا أتكلم عن الدكتور محمد لما ذكرت أنه كتاب مراد وثمان وغيره، لأنه هو ذكر أننا ليس لنا تأثير. مو صحيح، نحن لنا تأثير. نعم أنا وافق الرأي، ما زلنا نحتاج إلى تطوير في أساليبنا وآلياتنا، ونقيم نظريات ونقيم كيانات ثقافية وفكرية وغيرها، لكن هذه بداية ونحن نعتبر الآن النهضة الثقافية في العالم العربي أصبح صداها قوي جدا حتى في العالم الغربي. كنا في الأول مغيرين، لكن الوضع الحالي لا. الأمر الآخر، حديث الناس في الشرق والغرب هو عن الإسلام، وكله عن الإسلام، مما يدل على أنه إن شاء الله لن يقوم بهذا الدين إلا أهله ورجاله بإذن الله. يقول السائل وهو الأخ حسين سليمان إن ثقة المسلم بدينه وشرعه أهم ما تصد به هجمات الليبراليين، وإليكم موقف سلمان الفارسي عندما أراد بعض اليهود أن يهزأوا به قائلين له إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، فأجابهم بكل ثقة نعم إن نبينا يعلمنا كل شيء حتى القراءة. فكم نحتاج إلى مثل هذا الفهم وتلك الثقة بديننا وشرعنا وهدي نبينا. أخيكم حسن سليمان، مجلة الأسرة. سعيد. وصلت الرسالة. خلاص. وصلت الرسالة. يقول ذكر الكتاب الذي نصحت بقراءته، بنظرك هل الإسلاميين مؤهلين لتقديم النظام الإسلامي الاقتصادي في الوقت الراهن؟ ما حكر على فئة دون فئة. المسلمون يمتلكون النظام وعندهم متخصصون في الاقتصاد الإسلامي، وفي هيئات منتشرة، وكما قلت لكم في جانب موجود قصور، لكن في جانب أيضا إيجابي أن حتى البنوك الأوروبية الآن تأخذ بالأنظمة الاقتصادية الإسلامية. ألا تعتقد اليوم أننا بحاجة عمل مؤسسي منظم بالإضافة إلى هذه الندوات الثقافية؟ وبرأيك على من يقع الحمل الأكبر؟ ماجد الخزي مذيع في قناة أوطان. الله ييسر، يصير فيه أجواء فيها جمعيات ونقابات لعلها إن شاء الله، والخير قادم إن شاء الله للأمة. نعم. يقول لم يشفى غليلي من ردك على من قال أن الأزمة الليبرالية المالية هي أزمة وستمر. والله نتمنى، يعني هل نتمنى الشر؟ احنا ما نتمنى الشر، لكن الواقع أن من يكتبون يقول الأزمة في تفاقم، والقضية لم تعد فقط تنتشر في العالم في الشبكة المعقدة الرقمية، طالت النفط وطالت العقار، طالت المصانع، ففي كساد ضخم جدا على مستوى العالم. هذا اللي يجعل الأزمة متفاقمة، وأنها ليست قريبا سوف تعود إلى عافيتها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخوكم المحامي محمد حجي ريتي. أولا أشكر صاحب هذه الدار على استضافته لنا واجتذابه لأهل الفكر وأهل العلم والعلماء وتنويرنا
بما يعني ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأشكر المحاضر الدكتور ناصر حنيني على هذه المحاضرة القيمة التي يتحفنا فيها بسقوط الليبرالية وفكرتها. وفي الحقيقة يعني تكلم الدكتور ناصر أن الناس الآن والعالم يتحدث عن الإسلام. يا أخوان الإسلام هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني شهد أن هذا الدين دين حق، ولا يعني ننتظر حتى الناس أنهم يتحدثوا عن الإسلام أو العلماء يدخلون في الإسلام أو بوش يتكلم عن الإسلام أو المفكرين. فالإسلام هذا دين حق شهد الله سبحانه وتعالى به، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم قائم بالقسط والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو. فالإسلام هذا دين للبشرية كلها، والعيب ليس في الإسلام. والله سبحانه وتعالى يكفر العرب بهذه الرسالة قد وكلنا بها قوما آخرين. فالإسلام الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين وينصر هذا الدين يعني، ولكن المسألة هي بالمسلمين، والوقفة هي مع المسلمين ومع هذا الدين الذي أوكلهم الله سبحانه وتعالى بنشره. فنحن أهل رسالة. فالمسلم هو إذا عرف عقيدته أولا، وعرف ما هو دوره في هذه الحياة، وعرف ما هو منهاج في هذه الحياة، ودرس هذا الكتاب الذي أتى من الله سبحانه وتعالى وهذه الحديث التي أتى بها هذا الرسول الكريم، ونجا بنفسه ونجا مجتمعه وأسرته والعالم، وعرف منهج في هذه الحياة، هو الهدف عبادة الله. وهو الهدف أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليس فقط نفكر وندين كثير بالأمور الاقتصادية، هذه مسألة، ولكن أن نصحح عقائد الناس. يعني احنا أصحاب رسالة، ننشر هذه الرسالة. لا نريد في نشر هذه الرسالة يا أخوان أن نتسلط على العالم، وأن ننهب خيرات العالم وأموال العالم، وأن تكون اليد العليا في العالم، وأن يشار إلينا بالبنان. ليس هذا هو هدفنا، وإنما هدفنا عندما عرفنا هذه الحقارة، هذه الحياة الدنيا، ونبينا كيف كانت حياته وكيف كانت سيرته، وكذلك الخلفاء الراشدين كيف كان منهجهم، هكذا الحين الله سبحانه وتعالى ينصرنا. فالفكرة الليبرالية، وكثير من الخليج الآن أتمنى من الدكتور أنه يلقي هذه المحاضرة في مجلس الأمم الكويتي أو في البحرين أو في الإمارات. والله إن وجدنا في ناس يقولون لا نعترف بالصلاة وهم يعيشون بين أظهرنا وبيننا. لماذا لا نصحح هذه العقائد؟ فنحن أصحاب نريد أن نصحح العقائد حتى نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. سؤال للدكتور ناصر، ماذا تقول في بنك أمريكي أتى بعث شيك بمبلغ 400 بليون إلى إسرائيل؟ المسألة مسألة عقيدة يا أخوان. والدكتور لما يقول نشأة رد فعل كنيسي، هي المسألة مسألة عقيدة. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن في المملكة العربية السعودية وفي مجتمعاتنا حقيقة يا أخوان في مسألة يجب أن نقف معها، وهي إهمال الطاقات الفردية. مهاتير محمد ماليزيا يا أخوان 20 يعني جعلها من الدول العشر الأولى وهو رجل واحد. نحن عندنا الطاقات الفردية مهملة. تجد طالب أو طالب علم أو طالب شريعة يريد أن يتكلم، يروح وزارة الشؤون الإسلامية يقول جيب لي ترخيص، أو يروح إلى مسجد ويريد أن يلقي هذا العلم الذي يسأله الله عنه يقول جيب لي ترخيص. وتعال عدل الشروط الترخيص أنك تحفظ كذا وأنك تحفظ كذا وأنك تحفظ كذا. فنحن نعرف ما هو هدفنا، ونحن نعرف ما هي رسالتنا، ونحن نعرف ما هو يعني تصحيح. لا نقول. سؤال للدكتور، هل أقدر أن أقول أن المذهب الشيعي نشأ كفكرة الليبرالية، وهل أقول أنه سقط هذه الفكرة وشكرا؟ لا، بالنسبة لهذه قضية مختلفة تماما، لكن جزاك الله خير تعليقك، نسأل الله يجعل ميزان حسناتك. لكن أنا أؤكد في نقطة فقط ذكرها، أن نعتني بالكوادر. الأمة فيها خير كثير جدا، ومن المشاكل عندنا في العالم الإسلامي أننا أهملنا الأفراد. وكنت اقترحت على بعض أهل المال، وهي نطلق هذه الفكرة في الهواء لعلها تلقى قبولا، فيعمل بها شخص، أن تنشأ جمعية أو مؤسسة لرعاية الكوادر وتتبناهم
وخاصة النابغين والموهوبين، وأن ينفق عليهم وتتبنى براءات الاختراع والآراء، ونخرج فعلا نتبنى هذه الطاقات التي تضيع في خضم الحياة هذه التي معقدة، قد يصيب الفقر هذا الإنسان فيضيع ولا ينمو، أو يهمل ولا يلقى من يحتويه، وقد تقوم حضارة أمة على شخص أو شخصين. نعم. نشكر لفضيلة الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني تلبية الدعوة لهذه الهدية المباركة ولكم جميعا.